شركة أمازون قررت إنها ترفد 15% من موظفين ال HR وتستبدلهم بال AI. I want to be the first company that has no HR. ال AI بوت دول هيردوا على استفسارات، هيوافقوا على الأجازات، وممكن يعملوا انترفيوهات. ولو فاكر إن شركة أمازون هي الوحيدة اللي عملت كده، فأحب أقول لك إن شركة IBM استغنت عن مئات موظفين ال HR واستبدلتهم ب AI بوت اسمه Ask HR، وده خلاها توفر 3.5 مليار دولار خلال سنتين. بس هو ليه دايما الشركات بتيجي دايما على إدارة ال HR؟ They monitor our words. They tell us what we can and cannot say. They inhibit creativity. If it's just recruiting, fine, do that. But do not get in my business. في دراسة اتعملت في هارفارد بيزنس ريفيو شافوا ان إدارة ال HR دايما بتقتل الشغف والابتكار عن طريق استخدام بيروقراطية ممنهجة. يعني امضي واختم وابصم وروح عند فلان وتعالى من عند فلان والسيستم قفل اهو قفل على ايدك. في النهاية حابب اقول لك ان ال HR هو جزء من منظومة كبيرة بتحاول تعمل ربط ما بين اصحاب الشركة والموظفين، فلا تقسوا عليها اكثر من اللازم، وابقى شاركونا رأيكم في التعليقات.